غدا مباراة القمة ما بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز إن شاء الله في 9 مساء، وهنتكلم عن تفاصيل المباراة دي والغيابات وكمان حكم المباراة. هنتكلم كمان عن هل وافق كولر تدريب نادي بيراميدز ولا لا. كمان هنتكلم عن النظام الجديد لدوري ابطال اوروبا، ويعني انتم مش متابعين من السنه اللي فاتت. النظام ده هنتكلم فيه ونشرحه ان شاء الله. مباراه قويه جدا مرتقبه ما بين ريال مدريد وليفربول، ولكن في الانفيلد. كمان هنتكلم عن مشكله سيف الدين الجزيري والمدرب يانيك فيريرا. يعني كان بعد مباراه فاركو، في حد سأل المدرب يانيك فيريرا عن سيف الدين الجزيري وقال: معي لن تشاهدون سيف الدين الجزيري في تشكيل الفريق الفترة المقبلة، وستعلمون السبب فيما بعد. طيب، المشكلة كانت بقى ما بين سيف الدين الجزيري ويانيك فيريرا ان كان التدريب الاخير اللي قبل مباراة فاركو. طبعا انتوا عارفين ان سيف الدين الجزيري بيلعب مهاجم، فهو طلب منه ان هو يلعب وينج، فرفض. يعني سيف الدين الجزيري رفض تعليمات المدرب ان هو يلعب وينج، ويعترض بطريقه مش كويسه، وحتى قال له خلاص اخرج من التدريب، خد التيشيرت ورماه بالقرب منه. ده حسب ما احنا سمعنا في الاعلام يعني. بناء عليه هو خد القرار ان هو مش هيلاعب تاني سيف الدين الجزيري معاه خالص، ولا هيشاركه. حتى المسؤولين داخل نادي الزمالك قرروا ان هو اللاعب هيتدرب بس مع نفسه حتى يناير، عشان في يناير هم هيعرضوه للبيع، لان كده كده هو مش هيلعب طول ما يانيك فيريرا موجود في نادي الزمالك. وكمان نزلوا عليه عقوبات. فدي كانت باختصار كده المشكله اللي ما بين سيف الدين الجزيري ويانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك. ان شاء الله غدا المباراه المرتقبه ما بين نادي الاهلي ونادي بيراميدز. الاتنين محتاجين ان هم يفوزوا بالمباراه. يعني ان شاء الله مباراه غدا هتكون الساعه 9 مساء في استاد السلام. زي ما احنا عارفين بيراميدز لعب 4 مباريات، جمع 5 نقاط. يعني خسر 7 نقاط من أصل 12 نقطة. والأهلي لعب 3 مباريات، جمع 5 نقاط، يعني خسر 4 نقاط من أصل 9. طبعا يوريتشيتش المدرب أو المدير الفني نادي بيراميدز على المحك. يعني بالنسبة له المباراة دي حياة أو موت، لأن لو خسر المباراة دي يعتبر إن هو أوت، خلاص بره بيراميدز. آه والاهلي برضو كمان خوسيه ريفيرو المدير الفني للنادي الاهلي، كابتن الخطيب قعد معاه وحذره من فقد النقاط. لان هو خلاص بدأت رحلة الخروج من النادي الاهلي. لان مسؤولين داخل النادي الاهلي بدأوا ان هم يركزوا مع خوسيه ريفيرو بالنسبه في للتدريبات والامور الفنيه والتغييرات. لان في الفتره اللي فاتت التغييرات ما كانتش احسن حاجه. زي ما احنا شفنا كان بيخرج يعني كده كده الفرق كلها اللي في الدوري المصري بتلعب تكتلات دفاعيه قدام النادي الاهلي. وشفنا ده في ماتش المحله اللي فات. ويعني انت محتاج حد مهاري يبقى في الملعب عشان يفك التكتلات. شفنا التغييرات بتاعته. طلع بن شرقي اللي هو راجل اصلا المفروض هو مهاري وهيفك لك التكتلات اللي موجوده في ال 18. فالتغييرات كلها ما كانتش افضل حاجه. فالمباراه دي هتكون حاسمه ان شاء الله. هتكون مباراه قويه. بيراميدز هيفتح خطوطه، هيعوز ان هو يهاجم. الاهلي هيلاقي مساحات ورا، هيكون ماتش حلو. اعتقد هتبقى من افضل المباريات اللي اتلعبت من بداية الموسم الحالي. حكم المباراة الاسباني خبير روخاس. ده مدير ده حكم اسباني مواليد 91، عنده 34 سنة. بيقولوا عليه ان هو مستقبل الحكام او التحكيم في اسبانيا. الأهلي دفع له 80 ألف يورو عشان يدير هذه المباراة. أكبر مباراة دارها كانت ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي في السوبر الأسباني، كان في السعودية. طيب هنتكلم عن غيابات النادي الأهلي في المباراة. مباراة غدا إن شاء الله. هنتكلم طب نتكلم الأول عن القايمة. نتكلم عن القايمة الأول قبل ما نقول الغيابات. عندنا في القايمة في حراسة المرمى شوبير ومحمد الشناوي
خط الدفاع أشرف داري، محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، كريم فؤاد، ومصطفى العش، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد عبدين. خط الوسط أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، أحمد رضا، محمد مجدي قفشة، أليو ديانج، ومحمد علي بن رمضان. في الهجوم هيبقى جراديشار ومحمد شريف. الغيابات عندنا لأسباب فنية: محمد أحمد سيحة، عمر كمال، محمد عبد الله، أحمد عبد القادر. والإصابات: ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، ومحمد شكري. لعدم الجاهزية عندنا مروان عطية وإمام عاشور. إمام عاشور مش هيشارك غدا، لأن لتقييمه لعدم جاهزيته في هذه المباراة. طيب، الغيابات اللي موجودة بالنسبة لنادي بيراميدز هيبقى محمد الشيبي للطرد، ورمضان صبحي، ومصطفى فتحي. دول الغيابات اللي هتكون إن شاء الله موجودة غدا في مباراة القمة. في لاعب مهم جدا يعني عايزين نسلط الضوء عليه. ده لاعب آه، بيلعب جناح ايمن وبيلعب جناح ايسر ايضا. اللاعب ده ممكن جدا ان احنا نضمه للمنتخب، لانه لاعب صغير، لاعب مهم، واعد في اوروبا. اللاعب ده اسمه هيثم حسن، لاعب ريال اوفيتو. ده كان بيلعب، ده طبعا دي فرقة اسبانية صاعدة، كانت بتلاعب ريال مدريد. والراجل الصراحة أدى أداء مشرف. كان الماتش ده يوم الأحد اللي فات، يعني عمل ماتش كويس جدا، نزل في الشوط الثاني. اللاعب ده طبعا اتولد في فرنسا من أب مصري وأم تونسية، يعني يحق ليه اللي هو يلعب للثلاث منتخبات، ولكنه أصر إن هو يلبس تيشيرت منتخب مصر، وحابب إن هو يلعب لمنتخب مصر لشعوره لانتمائه لهذه البلد، يعني لحبه. هو من جوه حس ان هو مصري اكتر، فهو عايز يلعب لمنتخب مصر. اللاعب ده يقدر ان هو يمثل زي ما قلنا منتخب تونس وفرنسا ومصر، ولكنه يفضل ارتداء قميص الفراعنة. وان شاء الله حسام حسن يبص ويركز مع هذا اللاعب الصاعد هيثم حسن، وان شاء الله ينضم الى المنتخب الوطني. ان شاء الله محمد صلاح وليفربول معهم مباراة مهمة جدا في دوري ابطال اوروبا. ريال مدريد هيزور انفيلد للعب مباراته امام ليفربول. طب ايه نظام دوري ابطال اوروبا الجديد اللي طبعا اتطبق من السنة اللي فاتت؟ نظام دوري ابطال اوروبا الجديد من العام اللي فات، من السنة اللي فاتت، كانت الفرق كانت بتبقى 35 فرقة، بقت 36 فرقة. ال 36 فرقة دي متقسمة لأربع مراحل: مرحلة أولى، مرحلة تانية، مرحلة تالتة، مرحلة رابعة. كل فريق بيلاعب بيلاعب فرقتين من كل مرحلة. تمام، ما فيهاش ذهاب وإياب، لا هو بيلاعب فرقتين من كل مرحلة، يعني أربع مباريات على أرضك وأربع مباريات بره أرضك. بعد كده بنختار الفرق المتأهلة لدور ال16. بنختارها إزاي؟ الفرق من المركز الأول للمركز الثامن بتتأهل على طول إلى دور ال16. أما الفرق اللي من المركز التاسع لل24 بتلعب تصفيات، وبعد كده بناخد منهم 8 فرق بيصعدوا لدور ال16 عشان نكمل بقية الثمان فرق اللي صعدوا على طول ل16 فريق. ان شاء الله الجولة الاولى هتبتدي من 16 ل 18 سبتمبر، الجولة الثانية من 30 سبتمبر ل 1 اكتوبر، الجولة الثالثة من 21 ل 22 اكتوبر، الجولة الرابعة من 9 ل 5 نوفمبر، الجولة الخامسة من 25 ل 26 نوفمبر، السادسة من 9 ل 10 ديسمبر، السابعة من 20 ل 21 يناير، الثامنة يوم 28 يناير
باذن الله. ان شاء الله مباراه هتبقى قويه لمحمد صلاح في انفيلد، زي ما احنا عارفين السنه اللي فاتت ان محمد صلاح كانت نفس المباراه على ارض انفيلد، وفاز ليفربول على ريال مدريد. وباذن الله محمد صلاح هياخد بطاره تاني من ريال مدريد على ارض ليفربول في الانفيلد المرعب. طيب خلي بالكم برضو صلاح ان شاء الله غدا السبت عنده مباراة مهمة امام ارسنال الساعة 5 في الدوري. مباراة حلوة قوي الساعة 5 امام ارسنال في الدوري الانجليزي الممتاز. يعني هتبقى مباراة قوية جدا لو انتوا حابين انتوا تسمعوها. طيب نيجي بقى لخبر مهم جدا، وعرض ومحاولات التواصل مع كولر. يعني مش محاولة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، أكتر من محاولة من نادي بيراميدز لكولر عشان يتعاقدوا معاه. ولكن كولر رفض بشدة وقال أنا مش هدرب في مصر غير للنادي الأهلي، مش هدرب غير النادي الأهلي في مصر. يعني هو من وجهة نظره إن هو عمل إنجازات مع النادي الأهلي ومش هيقدر يعمل الإنجازات دي مع نادي آخر، خصوصا إن كمان النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي بتحب كولر جدا، ولو جه هنا هيفقد شعبية كبيرة. فهل في حصل محاولات؟ حصل محاولات كتير جدا من نادي بيراميدز لمحاولة التواصل مع كولر والتفاوض معه. كان في زون اجتماع يعني اونلاين مع جوزيه جوميز مدرب الفتح من مسؤولين النادي الاهلي. يعني كانوا بيشوفوا امكانيه لو هو موافق في المستقبل يقدر يدرب النادي الاهلي، لان النادي الاهلي يعني بيأمن نفسه ان في احتماليه ان خوسيه ريفيرو يعني يمشوه من النادي الاهلي بسبب نتائجه السيئة مع الفريق. فالنادي الاهلي قال طب انا اشوف امن على كذا مدرب، اشوف يعني لو في امكانيه ان جوزيه جوميز يقدر يجي يدرب النادي الاهلي ولا لا. يعني جوزيه جوميز يعني رحب جدا وقال طبعا ده شرف ان انا ادرب النادي الاهلي، ولكن في شرط جزائي 900 الف دولار حتى يناير في عقده، لان هو عقده ما بين الفتح، ما بينه وما بين نادي الفتح في شرط جزائي 900 ألف دولار. هو راجل رحب جدا وما عندوش أي مشكلة لو حصل أي ضرب مع المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ومشوه لأي سبب من الأسباب، فيقدروا إن هم يتعاقدوا معاه، ولكن في شرط جزائي 900 ألف دولار. في أسماء تانية مرشحة للنادي الأهلي من المدربين زي حسام البدري وموسيماني، بس طبعا اعتقد الاتنين دربوا النادي الاهلي قبل كده وفشلوا، فعلا فشلوا. فانت هتجيبهم تاني يدربوا مع نجوم زي النجوم اللي موجودة حاليا؟ مش هيقدروا يسيطروا على النجوم دي. احنا عايزين مدرب اكبر من كده، عايزين اسم رنان، اسم كبير يقدر ويليق بالنادي الاهلي ويقدر ان هو يدي نتائج كويسة للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. فدي كانت اهم الاخبار اللي موجوده معانا النهارده، وان شاء الله نتمنى الفوز للنادي الاهلي غدا باذن الله. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله.